ورقه وقلم بقى يا ست الكل وركزي معايا واكتبي ورايا اهم التحاليل اللي مهتمه بصحتك. اول حاجه تحليل CBC، وده صوره دم كامله، وده بيوضح لو عندنا انيميا او اي التهابات او اي مشاكل في كرات الدم. تاني تحليل يا ست الكل هو وظائف الكبد. وظائف الكبد SGBT SGOT، او في ناس بتسميها الت واست. في النهايه دي بتورينا الكبد عامل ايه، يعني انزيماته، هل البروتين عالي، هل البيليروبين عالي. ثالث حاجه يا ست الكل وظائف الكلى، اللي هي اليوريا والكرياتينين واملاح الدم، بتورينا حاله الكلى عامله ايه. لاحظ ان الكلى دي من الاعضاء المهمه جدا، واي خلل فيها بيعمل لنا مشاكل. رابع حاجه يا ست الكل تحليل السكر التراكمي وتحليل السكر الصايم. تحليل السكر الصايم بيشوف لنا حاله السكر، هل انا عندي استعداد ان يجي لي مرض السكر، ولو هو موجود عالي واطي. وبالنسبه للتراكمي اللي هو ال HbA1c، وده بيعكس لي حاله السكر من 3 شهور فاتوا ويورينا هل انا كنت عايش في مرحله سكر وانا مش واخد بالي، ولا اوريدي عندي سكر ومظبوط او عالي. خامس حاجه يا ست الكل هو دهون الدم اللي هو الليبيد بروفايل، وده بيعتمد على ان هو بيوصف لي حاله الكوليسترول سواء الضار منه او النافع اللي هو بيسموه LDL او HDL، وكمان الترايجليسرايد اللي هي الدهون الثلاثيه. واي مريض قلب او مريض ضغط لازم قوي يعرف كوليستروله عامل ايه وبيطلع ولا بينزل. واصبح وعي الناس عالي، ده عرفوا كمان ان في حاجه اسمها كوليسترول نافع وكوليسترول ضار، الموضوع مش كوليسترول وخلاص. سادس حاجه فيتامين دي اللي هو عم الفيتامينات كلها، وكمان فيتامين بي. وطبعا فيتامين د كلنا شبعنا معلومات عنه وعرفنا ان هو داخل في سلامه الهضم وسلامه اعصابنا والمشاكل اللي بتحيط بالكسور وحاجات تانية كتير وهرموناتنا وحاجات كتير بتخص الحرق. اما فيتامين ب بقى وبي 1 وبي 2 وبي 12 الحاجات المختصه بالتغذيه اللي رايحه لاعصابنا. وان اي تنميل لمريض سكر او حتى غير مريض سكر مهتم قوي بنفسه لازم يفهم ان في عجز في فيتامين ب وان هو لازم يعوضه. سابع حاجه هرمونات الغده الدرقيه اللي هو بتتسمى T3 وتي 4 وتي اس اتش، وكلنا عارفين اهميه الثيروكسين اللي بيخرج من الغده الدرقيه، وقد ايه هو المايسترو اللي بيحافظ على شكل الجهاز المسؤول عن هرمونات الست وعن جزء بتاع النساء. واهم حاجه ان النساء تكون في الاطار المتوازن، لان لو ما حصلش كده بتحصل مشاكل هرمونيه ويحصل زياده في عدد ضربات القلب، وبتحصل مشاكل كتيره قوي نتيجه خلل الغده الدرقيه. تامن حاجه بقى واهمهم الهرمونات الخاصه بست الكل، ال LH والبرولاكتين والاف اس اتش، ودي حاجات لازم نبص عليها علشان اي خلل في الدوره الشهريه بتاعتها او اي خلل هرموني بيحصل لها لازم دكتور النساء اول حاجه بيطمن على الموضوع دوت. فهي اكيد لو مش عنده دكتور هتطمن بشكل دوري على نفسها. هتعملي الحاجات دي كل سنه لو انت كويسه مش بتشتكي من اي مشاكل، جاست ان انت هتطمني وتبصي على نفسك. في حاله ان انت شاكه في اي حاجه هتلجئي الطبيب متخصص وهو اللي هيباشر ويتابع الحاله. دكتور محمد حسنين، استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه.